يعني زيزو يا راجل خد بالك، زيزو اللي جايب ضربه جزاء، زيزو السبب اللي جايب ضربه جزاء. زيزو لما كان بيجي له كور واحد قصاد واحد كان بيعدي، كان بيرقص وبيعدي، ولو كان عدى كان في كور المدافعين بتاع انتر ميامي كانوا بيقعوه، وخلى الحكم يديهم انذارات. يعني عامل شغل في الملعب، عامل شغل في الملعب، خد بالك من الكلمه اللي اقولها. وفوق ده كله انت منزله بديل لامام عاشور، تيجي يا راجل تسحب زيزو؟ ده انت منزله بديل. طب لو انت مش مقتنع بيه ازاي نزلته بديل؟ لو انت مش اصل معنى ان انت تطلعه يبقى انت مش مقتنع بيه. طب يعني تطلعه ليه؟ ده واحد جايب لك ضربه جزاء، واحد عمل عرضيه، واحد لعب كورنر لاشرف داري، اشرف داري لعبها بالهيد كانت جون، يعني من احدى الاجوان اللي ضاعت في الشوط الاولاني، ومع ذلك تيجي تطلعه؟ يا راجل انت لسه مغيره. انا ما شفتش مدير فني يبقى لسه مغير لعيب يجي يطلعه، انا ما شفتهاش. اللي يعمل كده ما يبقاش مدير فني. انت كده فضحت نفسك يا ريبيرو، انت كده بتثبت للعالم كله ان انت يعني على ما تفرج. بس يعني انت يعني من الحته الصغيره ديت اللي انت عملتها بتثبت للعالم كله ان انت على ما تفرج او ماشيه معاك كده. نيجي نبص تريزيجيه، يا تريزيجيه ده انت الشوط الاولاني كل جماهير الاهلي بتقول لك تريزيجيه هو نجم المباراه، يجي لك ضربه جزاء يا راجل، ضربه جزاء مش عارف تشوطها كنت سبتها لحد. ضربه جزاء كانت هتفتح الماتش خالص، كنت على الاقل اطلع الشوط الاولاني كسبان، كنت هفضل على الجون دوت هنام عليه واطلع اخد 3 بونت. اصل الماتش بتاع انتر ميامي ده يعتبر الاسهل، انت بعد كده عندك بورتو البرتغالي وبعد كده عندك بالميراس، الاتنين شداد قوي قوي عن انتر ميامي. فانت كنادي اهلي بقياده المدير الفني اللي على ما تفرج ده اللي اسمه ريبيرو، هنعمل ايه قدام الناس دي؟ هنعمل ايه قدام الناس دي؟ حرام عليكم بجد، بجد حرام عليكم. ده في جمهور اتحرق دمه يا جدع، ده في جمهور سافر جاي من بلاد، بجد حرام عليكم يا جماعه.